أنا باشتغل أكتر من اللي حواليّا، وأفكاري ما بتتسمعش غير لمّا حد تاني يقولها. هو أنا لازم أتعلم أبيع حتى لو شغلي ما لوش علاقة بالsales؟ ده سؤال مهم جدًا، جدًا لناس كتيرة. بُص، الموقف ده بيحصل مع ناس كتيرة في أي شغل وفي أي سِن. تبقى حضرتك شاطر فعلًا وشغلك تمام وكويس، ودايمًا تقول أنا ما باحبش أتكلم كتير، شغلي هو اللي هيتكلم عني، صح؟ تدخل اجتماع ومعاك فكرة ممكن توفّر للشركة وقت أو فلوس، صح؟ وتبدأ تشرح أنت عملت إيه، وعملته إزاي، والأرقام دي بتقول إيه، وتخلّص كلامك ومديرك يقول لك تمام، خلّينا نفكّر. وبعدها بأسبوع حد تاني معاك في الشركة يقول نفس الفكرة تقريبًا، بس يقولها في كلمتين، لو عملنا كده هنوفّر فلوس. فتلاقي مديرك يقول له تمام، ممتاز، إحنا هنعملها. فتخرج متضايق وتقول هو خد فكرتي، بس الحقيقة مش كل مرة الفكرة بتكون اتسرقت. ساعات كتيرة أنت اللي عملت الشغل، بس هو عرف يوصّل الفكرة بشكل أحسن منّك، أنا آسف، ويخلّي الناس تفهم ليه الفكرة دي مهمة للشركة. وده مش عيب فيك، دي حاجة ما حدش علّمها لك، لإن كل يوم أنت محتاج تقنع حد بحاجة. آه والله، حتى لو حضرتك مش شغال في الsales، واللي ما يعرفش يوصّل قيمة شغله غالبًا بيتأخّر خطوة. طَب أنا المفروض أعمل إيه بعد كل الكلام اللي أنا سمعته ده؟ أول حاجة، ما تبدأش كلامك بإنك تعبت قد إيه، دايمًا ابدأ بحاجة تهم اللي قدّامك، هنوفّر قد إيه، هنكسب قد إيه، هتاخد وقت قد إيه، إيه المشكلة اللي الفكرة دي هتحلّها. 2، لو سمحت ما تستناش الاجتماع عشان الناس تسمع فكرتك أول مرة. اتكلم مع حد قبل الاجتماع، حد مهم أكيد، وقول له الفكرة بشكل بسيط. كده أنت هتعرف إيه الأسئلة اللي ممكن تتسأل وإيه الأسباب اللي ممكن تخليهم يرفضوا الفكرة، وتخليك تخش الاجتماع وأنت جاهز. وافتكر دايما إن أنت لازم تخلي الناس تفهم أنت عملت إيه وليه اللي أنت عملته مهم، فاهمني؟